الفقار: كيف تصلي؟ متكتف اليدين؟ لا، أنا لا أصلي متكتف اليدين، بل أسبل اليدين كما أمر به رسول الله. اقرأ معي ما جاء في كتاب مسند الدارمي في الجزء الأول صفحة 839. الشطر الأول من الحديث بشكل مختصر: جاء صحابي ودخل المسجد فصلى، فقال له رسول الله: أعد صلاتك، فأعادها، ثم قال له رسول الله من جديد: أعد صلاتك، إلى أن قال هذا الصحابي لرسول الله: قال الرجل: ما ألوت فلا أدري ما عبت علي من صلاتي. فقال له رسول الله: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل. هنا رسول الله سيشرح آية الوضوء التي جاءت في كتاب الله، ويقول: فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. إذن أولا يجب أن نصبغ الوضوء، نغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ونمسح الرجل والأرجل إلى الكعبين. تمسح الرجل وليس تغسلها، وأنتم تغسلون الأرجل، والله سبحانه وتعالى ورسوله يقول: امسحوا الأرجل، ووضوءكم باطل قبل أن تصلوا. وأما الصلاة يقول رسول الله: ثم يكبر الله ويحمده ويقرأ من القرآن ما أذن الله عز وجل له فيه، ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. رسول الله يتكلم عن الصلاة بأدق التفاصيل حتى تسترخي المفاصل، ويقول: يضع كفيه على ركبتيه، يضع كفيه على ركبتيه. دققوا في التفاصيل التي يقولها رسول الله عن الصلاة. ومع هذا لم يذكر التكتف. دعونا نكمل، ربما يذكر التكتف فيما بعد. يكمل رسول الله ويقول: سمع الله لمن حمده، فيستوي قائما حتى يقيم صلبه. شاهدوا أدق التفاصيل يقررها رسول الله. يكمل ويقول: فيأخذ كل عظم مأخذه. يا الله على التفاصيل والتبيان من رسول الله. هل سيذكر التكتف؟ ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته، قال: جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الجبهة في الأرض وليس على السجادة. الأرض يعني التربة، يعني الشجر، يعني حجر، أي شيء أنبتته الأرض. وما زال رسول الله يصف الصلاة بأدق التفاصيل. ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ. لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. والحديث إسناده صحيح. الله أكبر. رسول الله يصف الصلاة بأدق التفاصيل: العظام، المفاصل، الكف، الركبة، الجبهة، ولم يتكلم عن التكتف. فمن أين جئتم بهذه البدعة وهي التكتف؟ لماذا تتكتفون في الصلاة؟ ها هو رسول الله بحديث صحيح صريح لم يقل لكم تكتفوا، فوضوءكم باطل وصلاتكم باطلة، ثم تقولون نحن أهل السنة؟ أي سنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.